أكدت سما بكداش الناطقة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي أنهم يباركون مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، والتي أصبحت ثقافة انتشرت في العالم أجمع، وأصبحت للشعب الكردي ثقافة للمقاومة في المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها. كما أكدت أن المكتسبات التي تم تحقيقها على مر 50 عاما من المقاومة والنضال تمت بفضل الاقتداء بمقاومة القائد آبو، فهي نتائج لهذه المقاومة، مؤكدة بالقول: الخط الذي انتهجه القائد آبو في المقاومة أصبح بالنسبة لنا ثقافة، سواء كحزب في أجزاء كردستان الأربعة، مؤكدة أن السياسة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق القائد والعزلة المشددة هي عزلة بحق الشعب الكردي، مؤكدة أن هجمات دولة الاحتلال التركية على مناطق كردستان هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويصب في سياسة الإبادة التي تتبعها بحق الكرد. الجميع يعلم أنه منذ عامين ونصف لم ترد أي معلومات عن القائد آبو، الأمر الذي أحدث حالة من عدم الارتياح لدى الشعب الكردي وكافة الشعوب التي تريد العيش حياة حرة. اليوم فكر القائد تجاوز حدود كردستان. اليوم جميع النساء اللواتي يريدن حياة حرة يقتدون فكر القائد، وكذلك الأشخاص الذين يريدون أن يعملوا من أجل البيئة هم أيضا يقتدون بفكر القائد، وجميع الشرق الأوسط الذين يريدون حياة ديمقراطية يقتدون بهذا الفكر. لذا انتشر هذا الفكر في العالم أجمع، وكل شخص يناضل من أجل حرية القائد. فسياسة العزلة التي ترتكب بحق القائد آبو ترتكب بحق الشعب الكردي أيضا، فنحن نرى الدولة التركية كيف تهاجم ثورة روجافا بشتى الطرق، الثورة التي تأسست على فلسفة القائد أو فلسفة أخوة الشعوب. تهاجم النساء لأن الخط الذي اتبعته المرأة خط مقاومتها ونضالها هو امتداد لخط فلسفة القائد آبو. النساء اللواتي أصبحن بفضله مثالا لجميع نساء العالم.